كل حاجه بقت مرتين ومفيش نقط في الحالتين. يا الله يا الله يا الله، أنت أروع من رمسيس، أنت أكبر من نمر. مستحيل، الحلم يتحقق. صلاح يأتي قدم يمر. الله أهلا بكم في مهد معشوقتكم. انا ابراهيم وهنا هنلعب فانتسي. اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن الابديتس الجديده اللي ليها علاقه بكل حاجه حصلت في الفانتسي. صحينا يوم السبت الحد واخرهم النهارده الاثنين، كل يوم عندنا حاجه او اتنين او تلاته كابديتس ليها علاقه باللعب. هنتكلم فيهم. في حاجات مش هنحتاج ان احنا نشرحها، وفي حاجات هنفصصها مع بعض اللي فيها رغي كتير وكلام كتير. فواحده واحده كده، شيك قهوتك ويلا بينا ونشوف العذاب ده هيودينا لحد فين. انا هيما ويلا بينا. اول حاجه جديده عملوها ان كل الشبايه بقى فيه منها دبل. يعني احنا كنا متعودين كل سنه ان الحاجه الوحيده اللي معانا منها دبل بتبقى الويلد كارد. بنستخدم الاولى من اول الجوله الاولى لحد الجوله 18، دي بتبقى الويلد كارد الاولى. الويلد كارد الثانيه بتطبق عليك من اول الجوله 19 تخلص معاك في الجوله 38. كل ده احنا متعودين عليه. الجديد ايه يا معلم؟ هقول لك انا. الجديد ان انت بقى معاك البنش بوست هتقدر تعملها بنفس الطريقه، معاك التريبل كابتن هتقدر تعملها بنفس الطريقه، معاك الفري هيت برضه هتقدر تعملها بنفس الطريقه. بقى كل تشبايه تقدر تستخدمها مرتين، طبعا اول مره من الجوله الاولى لحد الجوله 18، والجوله الثانيه والتشبايه الثانيه او الدبل الثاني هتقدر تستخدمه من الجوله 19 لحد الجوله 38. دي اول حاجه ما اعتقدش ان فيها رغي كتير لاننا عارفين كل تشبايه بتدينا ايه. تاني حاجه هنتكلم عن الخمسه فري ترانسفير اللي هيتجمعوا في الجوله 16 علشان خاطر الامم الافريقيه. طيب دي حاجه انا شخصيا مش مقتنع بيها وحاسس ان هي حاجه رزله، لان انت كده كده معاك 5 ترانسفير بتجمعهم. فايه الجديد انك بتجمع لي 5 ترانسفير في جوله واحده اللي هي الجوله ال 16 عشان بس خاطر افريقيا؟ ما احنا مش كلنا هنجيب صلاح، او حتى لو كلنا جبنا صلاح، هو انت هتحتاج مين في افريقيا؟ او مين دلوقتي برايم في الدوري الانجليزي في افريقيا غير صلاح؟ فانت تغيير 2 ممكن. فانا مش شايف ان هي اضافه تستاهل قوي ان هي تبقى موجوده. هنخش بعد كده على الحاجه الثالثه اللي عملوها، الميني ليج. دي برضو ما فيهاش رغي كتير. انت عندك الميني ليج عاملين اول ليجا اللي هي توب 100%، اول 1%. الاول 1% دول هيتاخدوا عشوائي على حسب الترتيب بتاع السنه اللي فاتت، وبعدين عاملين تانية الاول توب 10% اول 10% بنفس الطريقه. خش بقى على الحاجتين اللي في او الثلاث حاجات اللي فيهم رغي كتير قوي. اول واحده عندك الديفنس بوينت. الديفنس بوينت دي حوار بقى، وبعديها عندك البونس سيستم عشان ده فيه تعديلات هتفرق جامد قوي معاك، وعندك الاسيست. ناخدهم واحده واحده كده ونبدا بالديفنس بوينت. الديفنس بوينت دلوقتي انت بقى عندك او حطوا اضافه جديده للعيبه اللي احنا كنا بنفكر اخر حاجه يفكروا ان هم يخشوا تشكيلاتنا. كنا زمان بنتريق هنحط حسام عاشور ورودري في نص الملعب عشان نامن التامينات، ما تلعبش علينا مرتدات. لا دلوقتي بقينا نحطهم. ليه؟ هقول لك انا ليه. الميزه الجديده او الاوبشن الجديد ان اللعبه عملته السنه دي ان قلوب الدفاع، او بغض النظر عن الباك او يمين او شمال، قلوب الدفاع نفسهم دلوقتي هياخدوا نقط على التاكلينج، التشتيت، او حتى الكوره تتشال من على خط الجون او التصدي للكوره مباشره. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان في لعيبه زي فان دايك، زي تروسوسكي، زي جفارديول، اي قلب دفاع عموما انت هتستفاد منه. بس اللعبه هنا او التركايه هنا في حاجه، انت دلوقتي محتاج ان المدافع ده يجمع 10 تاكل. دي سهله، في مدافعين كتير هتقدر تعملها، خصوصا لما يبقى ماتش فرقه صغيره ضد فرقه كبيره او فرقتين من التوب 6 بيلعبوا بعضيهم. ده هيفرق جدا لما تلاقي حد شبه فان دايك مثلا عمل 10 تاكل او 10 تاكل. ده بقى معناه انت بتتكلم بقى بتشتيتات، بقى ان هو عمل تاكل نفسه او ال 10 تاكل ب 2 بوينت.
فده معناه ان انت على كل 10 تصديات معاك 2 بوينت بالنسبه للديفندر. طيب لو افترضنا ان الديفندر عمل 20، انت ستيل محافظ على نفس ال2 بوينت، مفيش تغيير. بمعنى ان ايا يكن عدد الديفنس اللي هيعملها المدافع هما نفس النقطتين. ليك 10 تاكل 2 بوينت، عمل بقى 10 عمل 20 عمل 40 هما نفس ال2 بوينت. ونفس الاضافه دي اتحطت برضو لعيبه الديفندر او لعيبه نص الملعب الدفاعيين مش الهجوميين. اكترهم واكتر 2 لعيبه هياخدوا نقط من الموضوع ده توقع شخصي رودري سيتي، ده طبعا لما هيرجع اساسي وده هيحصل بنسبه كبيره قوي. وثانيا ديكلان رايس فبتاع ارسنال، وكايسيدو، انزو فرنانديز في تشيلسي، كل ده. بس هنا الفكره في ان لعيب الديفندر او لعيب نص الملعب المدافع هو محتاج 12 تاكل او 12 قطع للكوره، مع كمان ان هو عنده افضليه ان هو يبدا هجمه مباشره او لعب مباشر. بمعنى ان انا كلاعب نص ملعب انا قطعت الكوره انزو هوب لعب بالمر راح انفراد، هنا فيها 2 بوينت 12 تاكل او 12 ديفنس ب 2 بوينت. ونفس الفكره برضو زي المدافع، هو عمل 12 عمل 24 هو ستيل محافظ على ال 2 بوينت. فدي حاجه هنركز عليها لان هي هتفرق معاك في النقط، هتفرق معاك في حد شبه رودري تحديدا او ديكلان رايس. انا مركز على الاثنين دول لان الاثنين دول 2 لعيبه اوريدي عندهم اتاك ريتيرن، يعني دول اكتر 2 لعيبه هنشوفهم عندهم اوريدي الحميه او الاوبشن بتاع الاتاك ريتيرن. شوف طبعا مش محتاجين نقول يعني رودري واللي هو عمله قبل الصليبي بتاع السنه اللي فاتت اضمن لك مستواه، ده كده ده رودري بالون دور، مش مع هنروح ونيجي بغض النظر عن الحيز عشان انا بشجع السيتي. وعندك ديكلان رايس جونين في ريال مدريد وسبب اساسي في نجاح موسم ارسنال اللي فات. فاتنين لعيبه من دول انت لو ما كنتش بتفكر في حد منهم السنه اللي فاتت فالافضليه دي اعتقد ممكن تفرق شويه. وهقول لك تفرق كمان ليه مع لعيبه شبه دول تحديدا في الاوبشن اللي جاي، وده اللي هيدخلنا للحته الجديده الثالثه او الرابعه اللي هي الاسيست او تعديل نقط الاسيست. ركز بقى عشان هنا مراوح يا واد عمي، شوال نقط. احنا داخلين على شوال نقط حرفيا. انت بتتكلم دلوقتي ان اي لعيب هيلعب اي لمسه توصل للمهاجم في قلب ال 18 هي اوريدي خلاص اسيست. كلمه نو ون اللي انت كنت بتشوفها تحت النوتيفيكيشن بتاعت الابلكيشن انساها خلاص. انت دلوقتي لو تفتكر معايا جون برناردو سيلفا سيتي لما مرموش لعبها له بالعرض كله سأل ليه مرموش ما ياخدش اسيست، قال لك هي خبطت في 2 مدافعين او خبطت في المدافع وبعدين راحت لبرناردو سيلفا. طيب دلوقتي يا باشا بنفس الطريقه دي بالظبط لا هي هتتحسب اسيست لعمر مرموش دي كده. فانت كده عندك ان اي لعبه تتلعب توصل للعيب او اللي هيجيب الجون ايا يكن بقى مركزه ايه مهاجم مدافع بغض النظر بس يبقى جوه ال 18 بتاعت الفرقه الثانيه هي اسيست، ده شيء طبيعي. طب لو خبطت في مدافع واحد هي ستيل اسيست، يعني مرموش لعب كوره خبطت في جابرييل صليبه راحت لفلان جون اسيست مرموش. نفس القصه ساكا لعب كوره خبطت في جفارديول راحت لفلان اسيست، هي اسيست وجون خلاص. فانت عندك دلوقتي اسيستات كتيره قوي ما كانتش بتتحسب هتشوفها فارقه معاك. وخد عندك كمان مش بس كده، افترضنا ان الكره طويله اتلعبت هاند بول للمدافع، طب الكره الطويله دي مين اللي لعبها؟ الجون بتاع الفرقه الثانيه، مبروك عليك يا باشا اوريدي الكره دي اتحسبت بلانتي والجون اخد الاسيست. يعني حتى البلانتيات اتعدل عليها نظام الاسيست. كنا عارفين ان اللعيب اللي بيجيب البلانتي بياخد اسيست، طب دلوقتي لو اللعيب ده عمل حاجه او لعب كوره جت في ايد المدافع الفلاني هتتحسب اسيست للعيب الاولاني اللي بدا الكوره، سواء بقى هي كره عرضيه كره طويله كره من الاول من الجول للجون. فانت داخلين على كميه نقط ليها علاقه بالاسيستات كتيره. عشان كده انا بقول لك حاجه شبه دي مع الحاجه بتاعت البوينت بتاعت الديفنس او اللعيبه الميدفيلدر ده هيفرق قوي في 2 لعيبه، رودري من سيتي، ديكلان رايس من ارسنال. عندهم 2 عندهم اتاك ريتيرن عالي قوي
اتنين لعيبه جامدين قوي في ان هم يرجعوا الكوره، وجامدين قوي ان هم يبداوا هجمه جديده للفرقه بتاعتهم حتى لو هي مرتده او بتتلعب من لمسه واحده على طول. خش بعد كده على اخر حاجه وهي البونص سيستم. احنا عارفين ان في 3 لعيبه بيطلعوا بعد الماتش 3 بوينت كبونص، 3 بوينت بونص، 2 بوينت بونص، 1 بوينت بونص. طيب احنا التعديل مش في ال3 بوينت او ال2 بوينت او ال1 بوينت، التعديل على الطريقه نفسها اللي بيتحسب بيها النقط. بمعنى ان انا كجول كيبر عشان كان يعلى النقط بتاعته تعلى في جوه البونص بوينت نفسها، كان محتاج ان الجول كيبر يعمل حوالي 5 7 8 سيفز، فبياخد عليهم 3 نقط. طيب دلوقتي اللي هيحصل مع الجول كيبر هيبقى التالي: الجول كيبر صد كوره اتشطت عليه جوه ال 18 هي 3 نقط جوه البونص سيستم، مش 3 نقط كبونص، لا، هيتحسب له 3 نقط جوه البونص سيستم. بمعنى اسهل وادق شويه، لو افترضنا ان دي ضربه جزاء مثلا هتتشاط على بيكفورد او اليسون او ايا يكن مين هو الحارس اللي واقف، فكون ان هو صد الكوره دي كجول كيبر كبيكفورد مثلا، وافترضنا ان هو صد الكوره او البيلنتي اللي اتشاطت عليه، فده معناه ان هو هياخد 11 بوينت جوه البونص سيستم. 11 بوينت دول اللي هم 3 عشان خاطر صد الكوره او صد البيلنتي وهي جوه منطقه الجزاء، و9 نقط عشان هو صد بيلنتي بوجه عام. فمعنى كده ان هو بقى معاه 11 نقطه جوه البوينت سيستم. الكلام ده هيفرق في ايه؟ هيفرق ان اللعيبه هتفضل تحافظ على معدل البونت بتاعها حتى بعد ما يروح منها كلين شيت. كتير قوي كنا بنشوف السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت عموما، اجمالي عموما، ان اللعيبه بتبقى راكبه في البونص وبتبقى ضامن ان فلان هياخد 3 بونص، مجرد ما الحكم يصفر تدخل جون في اخر دقيقه فيضيع الكلين شيت فشكرا مفيش بونص. لا، دلوقتي ستيل بقى هياخد بونص. ونفس الفكره اتطبقت بالنسبه للمهاجمين. المهاجم دلوقتي او الفرقه اللي هتجيب جول من ضربه الجزاء كان بتتحسب السنه اللي فاتت ان المهاجم لما هيجيب بلانتي بياخد 24 نقطه، المدافع بياخد 18 نقطه، نص الملعب بياخد 18 نقطه، اسف، المدافع بياخد 12 نقطه. طيب ده دلوقتي كله في البلانتيات هياخد 12 نقطه جوه البونص سيستم. بعديها بقى بغض النظر عن البلانتي، هو اي مدعيب كمهاجم هيجيب جون ب 24 نقطه بونص، نص الملعب 18 نقطه، المدافع 12 نقطه. 12 نقطه جوه البونص سيستم نفسه، مش هو البونص في الاول في الاخر 3-2-1 زي ما هو، مفيش اي حاجه اتغير استيب بسيط في موضوع التعديل، بمعنى ان اللعيب المركز الاول اتعادل هنا وهنا، ده 3-3 مفيش 2، التالت هياخد نقطه واحده. اي تعادل هيحصل في اي مركز النقطه الثالثه هتتلغي، بمعنى التعادل في المركز الثاني فالاول هياخد 3 نقط، الثاني هياخد نقطتين، ومن هنا ومن هنا مفيش حد هياخد نقطه، وهكذا التعادلات هتمشي. بس فخلينا نبص كده ونشوف بكره وبعده هيحصل ايه. اللعيبه كلها بس تنزل ونبدا بقى ايه الكلام يودينا اكتر، ودرافتات نتوكل على الله. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا انك وصلت. اخوك هيما ودي قناتنا نلعب فانسي، ويلا بينا.